السلام عليكم، تحياتي لكم خاوتي العزاز ومرحبا بكم في قناة أحداث وحقائق. قبل ما نشوفوا الفيديو تاع هذا الأردني اللي زاد خرج لنا بفيديو جديد يهضر على فوبيا ويهضر على حفصة، المهم راح نقترح عليكم فكرة خاوتي العزاز، الناس اللي متابعين القناة مشتركين في القناة ولا الناس اللي راح يشوفوا القناة لأول مرة، وانتم اعطيوني رأيكم في التعليق، واللي معايا في هذه الفكرة يخلي اشتراك ويخلي لايك ويخلي تعليق وشكرا. حاب ندير مونتاج خاوتي العزاز، حاب ندير فيديو فيه 20 دقيقة ولا 30 دقيقة نهضر فيه على العلماء المسلمين وندير مقارنة بين العلماء المسلمين والعلماء تاع الغرب، وكيفاه يعني قدروا هذو تاع الغرب كيما نقولوا احنا امريكا وبريطانيا المهم الدول الاوروبيه كيفاه قدروا يسرقوا تاريخ تاع العرب. يعني مثلا الخوارزمي عالم في الرياضيات درك راهم يستعملوا كلمة خوارزميات مثلا على منصة يوتيوب، على منصة تيك توك، على منصة فيسبوك، نسبة إلى العالم الخوارزمي. راكم فاهمين خوتي العزاز الفكرة اللي حاب نوصل لكم؟ يعني احنا العرب والمسلمين الأصل والباقي تقليد. مي هما دركا هذو تاع الغرب فاتونا، هما راهم يختارعوا راهم يبتكروا في صوالح وحنا رانا نتفرجوا فقط. يعني قدروا أنهم يسيطروا علينا مع العلم أنه العرب والمسلمين هم السباقين للاكتشافات والاختراعات. المهم خوتي العزاز هذه هي الفكرة، ان شاء الله تكونوا فهمتوني. اللي معايا في هذه الفكرة يخلي لايك يخلي اشتراك ويخلي تعليق، وخاصة تعليق، اعطوني ارائكم في التعاليق وشكرا. نشوفوا دركو هذا الاردني اللي حاب يوصل لنا فكرة ويهمنا بفوبيا هذا وحفصة، هذا الناس اللي حابين يفسدوا المجتمع الجزائري بالمحتوى التافه. نسمعوا خاوتي الأعزاز ونرجعوا عليه. الجيرية بيانسور ندافع عن حفصة الجزائرية بنت بلادي، ندافع عنها. بنت بلادك ياك انت أردني خاوتي الأعزاز، اللي قراو مع هذا في وهرن ولا في باتن الله أعلم، اللي قراو معاه يعطيونا عليه معلومات. اسكو جزائري وعنده جنسية أردنية ولا أردني وعنده جنسية جزائرية؟ والجزائر بلادي وولاد بلادي قاع كيما الأردن بلادي وكيما أمي أردنية ونفتخر إنه أمي أردنية. هاني نقولها لكم، حفصة بنت بلادنا، وكم كعبة دايرين عنها قيستات لغاية الآن راني نطلع مركبين لها صور. فوبيا لما دافع عنها باسكو فوبيا راجل وشيكور، مو لأنه عايش بالإمارات، فوبيا بعدين يعرف وش محبة الشعب الإماراتي والشعب الجزائري. وهاني راني نقول لكم من بعد ما تجيش تبكي الناس اللي تقطع فيها، ما تجيش تبكي وعلاش راني حياتي هكذا وعلاش راني داير حياتي ميزيرية وعلاش حفصة تتغنى بالإمارات، حفصة تهدر على الإمارات، بينما النظام الإماراتي يحيك الألاعيب للجزائر. هذه هي اللي خلاتنا أنه احنا نهزوا النظرة على هذه اللي مسمينها شبه مؤثرة حفصة، وزيد دارت العفسة هذيك هنايا مع هذاك على باليش أنا مهم من المشرق العربي، من قالها دوري دارت، ثم هزوا عليها الجزائريين نظرة لأنه احنا بلاد الأحرار وبلاد النيف. وعلاش تفكر وش راك تدير في غيرك، تفكر عند الله تلتقي الخصوم. راكم دايرين في هذه الطفلة بنت بلادكم وانتوا على بالكم باللي راهي طفلة فيديو قديم جايبين لها اياه في حفل تتغنى وتسوي اناشيد لكل الدول، للأردن للإمارات للسعودية لقطر للجزائر. كي شغلت يا أخو حفصة ولا محامي تاع حفصة؟ لمصر بنت صاحبة محتوى عندها كلام يستدعوها في الاحتفالات وفي المنتديات وهيك، وانتم راكم تكذبوا على رواحكم. أخطوكم دايرين قيستات مركبين صور ربي يعلم فيها مركبينها، والله العظيم انتم ما عدتوش بشر. كم واحد كعبة في الجزائر لازم الجزائر تخلص منهم، حاشا للرجال وحاشا انت اللي لازم تتعاقب على الكلام هذا اللي راك تهضر فيه الى عاودت رجعت للجزائر، ويتعاقبوا الناس اللي عطاوك الباسبور والناس اللي دخلوك هنا للجزائر والناس اللي راهم يحرضوا فيك ضد الجزائر، لانه على حساب الكلام اللي راك تهضر فيه وتهدد في الجزائريين وخاصة ناني 31 عندك شكون اللي راهو يدمر فيك.